والغريب عايش في بلدي. انما انا اقدر اقعد في السعوديه يومين بعد ما الاقامه بتاعتي تخلص؟ لا. اقدر اقعد في الكويت ولا هنا ولا والاقامه بتاعتي خلصت؟ لا. الله. انما انت جاي لي بمعاشك يا سعودي ويا كويتي ب 2000 3000 ريال ولا ب 500 600 دينار ولا 1000 دينار معاش، وجاي تقعد عندي هنا في مصر، يبقى كيلو الطماطم ابو 40 جنيه هيفضل يتباع ب 40 جنيه. هل انا بقى مرتبي 4 5000 ريال؟ هل انا مرتبي في مصر 1000 دينار عشان ادفع ال 40 جنيه في ده وال 50 جنيه في ده وال 200 300 جنيه في ده؟ وطول ما الناس دي موجوده في بلدي وبتصرف وعايشه هنا، الاسعار عمرها ما هتنزل. الاسعار عمرها ما هتنزل. فده جاي منين؟ جاي من جاي من اللي بيدير الشؤون الداخليه الفاشل. الفاشل. وابتدت من امبارح، يعني احنا من شهرين وزياده قلنا بره يا مدبولي هنا على القناه وعلى الفيسبوك. النهارده الناس كلها بتقول مدبولي بره. من شهرين ثلاثه قلنا نعمل فيديو لطلب الترحيل، مظاهره الكترونيه على الفيسبوك، ملايين تنزل الفيديو ل 10 15 ثانيه. ما حصلش. الله، امال انت طالع تقول لي ارحل يا مدبولي بتاع ايه؟ بالهاشتاج؟ بالكومنت؟ ولا بالبوست؟ ولا الدورة بتدار عن طريق الفيسبوك؟ يا حبيب ماما، زي ما قلت كده للسوري، لا الحكومة دي عاجباك ولا الحكومة دي عاجباك، اجيب لك منين الحكومة يا حبيب ماما؟ هو احنا لما نزلنا او انتوا، مش انا كنت عايز حسني الله يرحمه، انتوا لما نزلتوا شلتوا حسني الله يرحمه، كانت الحكومة هي اللي شالته؟ طب لما نزلنا شلنا مرسي، كانت الحكومة هي اللي شالته؟ انت وانا اللي شلنا مرسي. انت وانا اللي نزلنا نفوض ضد الارهاب. الحكومه ما نزلتش، لان اذا كان على الحكومه كانت منهم. فاحنا اللي شلنا مرسي، وانتوا اللي شلتوا الله يرحمه حسني مبارك، القائد العظيم اللي ما عرفتوش قيمته غير النهارده. بس انا ساعتها كانوا بيتقال عليا فلول. ليه؟ لان انا كنت شايف قدام في ايه. انا كنت شايف قدام في ايه. فالمصريين رترات كلام، خليه يتكلم. اذا كان على البوستات، اذا كان على ده، اذا خليهم يتكلموا. زي ما حسني مبارك الله يرحمه كده قال ايه؟ خليهم يطلعوا الطاقه اللي جواهم. وبعدين ربنا يمسيه بالخير وزير، يعني قالوا له ايه بقى بتوع الامن؟ كله تحت السيطره يا ريس. هل فعلا كان كله تحت السيطره؟ فالمصري بيرطرط في الكلام بس. انما تقول له، يعني جينا امبارح برضو قلت لهم طب نفعل الهاشتاج بتاع ارحل. ارحل يا مدبولي. خشوا على البوست، كل واحد نزل له بهاشتاج غير التاني. لا نفعل ده، لا نفعل ده، لا نفعل ده، لا نفعل ده. زي اوبريت نيلي في العروسه. تسمح تسيب اللعبه بتاعتي؟ لا دي بتاعتي. يا سلام يا اختي، ما تشدش ما تشدش انتي، ما تشدش ما تشدش انتي. انت بقى عايز تطلع اللاجئين بالطريقه بتاعتك دي، بالبوست بالكومنت بالبوست بالكومنت، لا انا احسن، لا انت احسن. هو ليه لازم يبقى فيه ليدر؟ ليه؟ قلنا امبارح كل اللي اتكلموا على التيك توك وعلى اليوتيوب، الكلام ده قبل الانتخابات، كان عشان مرشحين نفسهم في الانتخابات. فبعد ما الانتخابات
خلصت بطلوا يتكلموا. فهم كانوا قبل الانتخابات يخش يقول لك انا لو كسبت في الانتخابات هعمل واسوي، انا لو كسبت في الانتخابات ولا واحد فيهم قدم الحلول اللي احنا بنقدمها هنا على القناه. هم كلهم بينتقدوا بس، انما احنا جايين نقول الحل يبقى ايه، احنا عايزين كذا. قلت الشعب مصدر السلطات، يعني 20 30 مليون 50 مليون فيديو يقول مدبولي بره، اللاجئ بره، هيعمل اجدع من اجدع مظاهره اتعملت فيك يا ميدان التحرير وفي الدنيا كلها. ليه؟ عشان مش عايزين ننزل الشارع. ليه؟ علشان هم مستنيين سيادتك تنزل الشارع، ولو 1000 راجل بس نزلوا الشارع البلد هتولع. عرفت بقى المرشة بتاعت او الطابور بتاع اختراق الضاحية النهاردة اتعمل ليه؟ عشان يفرجوهم كده عينة، لو فكرت تنزل الشارع يا لاجئ هيحصل فيك ايه. على مية بيضة كارت، لو فكرت يا لاجئ تنزل الشارع هيحصل فيك ايه. هو ده اختراق الضاحية بتاع الجيش بتاع النهارده.